اول حاجه انا جاي اول ما عرفت ان سيدي احمد نزل الانتخابات مبسوط جدا، لانه شاب. اولا الناس الكبيره فوق دماغنا طبعا، الناس الخبرات اللي السنين فاتت موجوده، بس انا شايف ان سيدي احمد عنده ميزه ان هو عايز يعمل حاجات لاهالي الدقي واهالي العجوزه. انا مدرسه، انا اساسا من بلاد فوق جنبكم هنا، وعلمني برضه جوه هنا، انا ده طبعا يعني. ففي نفس الوقت برضه مدرستي كانت الحكايه في العجوزه. في حاجات كتير لازم تتغير. اعتقد ان شاء الله باذن الله ان انتوا لازم تقفوا مع المرشح سيدي احمد مرتضى منصور، قيمه كبيره بالنسبه لنا، لعيبه نادي الزمالك بتحبه. في نفس الوقت اعرف ان مش معنى ان هو عضو مجلس اداره في نادي الزمالك فالاهلاويه ينسوه، لا، هو عايز يشتغل الاهلاوي قد الزملكاوي والزملكاوي قد الاهلاوي. في شوارع مش متسفلته، في حاجات كتيره لازم تتغير وهو هيعملها ان شاء الله باذن الله. انا اول واحد هروح انتخبه في المكان بتاعه في الانتخابات. اعتقد ان شاء الله باذن الله كلكم هتبقوا معاه باذن الله. وشكرا لله يا رب يا حبيبي. مش هزود كتير على كلام كابتن الاداره، يمكن الناس كتير تعرف ان انا من الداله برضه ما كانتش عاديه. ده ارشح طبعا وساند الاستاذ احمد مرتضى زي ما الرجال قال، طبعا شاب زينا حاسس بينا كلنا. طبعا الموضوع مش منحصر زملكاويه اهلاويه، لا طبعا هو جاي يخدم الكل. فانا بتمنى له التوفيق، وانا واثق والله العظيم مش خلاص، بس انا واثق ان هو هيخدم، لان هو زي ما قلت لكم شاب حاسس بيكم كلكم. بتمنى ان شاء الله